ازيكم عاملين ايه؟ معاكم مهندس الديكور احمد الجبري. معلومه في الديكور. النهارده جاي اكلمك في مشكله، هي مشكله مهمه جدا وهنحلها مع بعض. طبعا كتير مننا عارف ان التاسيس ان انا باسس سباكه وباسس كهرباء فقط، لكن كتير مننا بينسى موضوع ان هو ياسس تكييف. تاسيس التكييف بينطبق او بينقسم لشقين: شق الصرف وشق مواسير الفريون. شق الصرف ده هنتكلم عليه في حلقة قادمة. بالنسبة للشق بتاع مواسير الفريون اللي هي المواسير النحاس، ده هنتكلم عليه الحلقة ديت، وده مهم جدا. مواسير الفريون ديت بتكون ما بين الماسورة النحاس دي، بتكون ما بين الوحدة الخارجية اللي هي بره الشباك أو البلكونة، والوحدة الداخلية اللي هي بتكون جوه، وما بينهم الماسورة النحاس. لو الوحدة الداخلية والوحدة الخارجية ورا بعض، يعني الجدار في النص ودي الوحده الداخليه ودي الوحده الخارجيه، ما بحتاجش لتاسيس مواسير فريون. انما لو الوحده الخارجيه بعيد عن الوحده الداخليه، يعني سي مثلا قدامك السرير قدامه الشباك او قدامه البلكونه، فالوحده الخارجيه طبيعي بره الشباك او بره البلكونه، والوحده الداخليه انا عايز احطها فوق السرير، فطبيعي لازم انا احفر في الحيطه واسس مواسير نحاس. المواسير النحاس بتاعه الفريون، عشان طبعا ما يكونش في شكل وحش وما يكونش في اي ضرر على المواسير اللي هتبقى معديه من وسط الحيطه قدام الحيطه، تبقى معديه على كل حاجه. طبعا ديت مش هتبقى شكلها كويس، فلازم ان احنا ناسس لها من الاول، ده افضل. وبعد ما بناسس لها بنعمل حاجه اسمها كبس مواسير عشان نطمن على سلامه المواسير، وبالتالي ان احنا كده بنكون عاملين شغل مظبوط. فرجاء تاسيس للتكييف لازم ناسس له للتكييف زي الكهرباء زي الميه، دي كلها حاجات اساسيات وحاجات بقت موجوده في مجتمعنا لان التكييف بقى مهم جدا. فرجاء ما ننساش المشكله ديت ان احنا نعملها علشان ما تبقاش مشكله بعد كده، تكون مظهرها الجمالي كويس. اشوفكم الحلقه الجايه.